لما يجي حد يطلب منك طلب وانت عارف ان الحاجه دي استحاله يلاقيها، وهو كمان يبقى عارف، يروح التاني يرد عليه يقول له يا عم ده هناك عند مترتر. طب اشمعنى يعني مترتر؟ خلينا نرجع كده زمن شويه. هنلاقي ان كان في يوم من الايام كان في ست اسمها نفوسه، والست نفوسه دي كانت ساكنه في حاره من حواري كرموز. والست دي كان معروف عنها ان هي لسانها طويل وكانت متشرده حبتين، زي كده الناس اللي بيقول لك ايه يا عم دي بتفرش الملايه لو حد كلمها. ست نفوسه دي كان عندها 3 عيال، كان عندها اسماعيل وابراهيم، وكان عندها نبويه ترتر، وعشان كده كانت اتسمت ام ترتر. ام ترتر دي كان عندها فوق السطح مزرعه للدواجن، وكان معروف عنها قوي ان لو في ديك نط من جيرانها عندها في المزرعه يا ويله وسواد ليله، الديك بيتاخد على كده وبيتذبح وبتعمله على العشاء لجوزها كانها عامله له عشاء فاخر في اليوم ده، واثار الديك بتختفي محدش بيعرف هي راحت فين. ولما كان حد يجي يسال التاني يقول له يا عم ما شفتش الديك بتاعه، يقول له عليك العوض بقى، ده هناك عند ام ترتر، كنايه ان انت استحاله هتعرف تلاقي الحاجه دي مع انك عارف هي موجوده فين. وفضلت بقى عبر الزمن ان ده بقى المثل المعروف عن اي حاجه استحاله ان انت تلاقيها، ده هناك عند ام ترتر.